دي حاجات جامده من ريماس، طبعا غني عن التعريف. ريماس لاند طبعا. احنا جربنا من عنده منتجات الالبان قبل كده وطلعت تحفه. نجرب بقى الحلويات. هو الصراحه منزل كام حاجه كده جديده شكلها جامد قوي، لازم نجربهم بسرعه. نبدا بانهي؟ نبدا بدي. دي اسمها كرانشي لوتس، شكلها جامد الصراحه. عباره عن كيك فادج فوقيه وايت موس كريم، فوقيه بقى كريمه لوتس وبسكوت فرنسي. العلبه كده شكلها فخم. صراحه بسم الله. لازم معلقه تغطسوها كده تاخد كله. تجيب كل الطبقات. كل حاجه فيها جامده. كيكه خفيفه جدا، فلافلي كده صعب حد يعمل كيكه بالطعم الجامد ده. كريمه مهديه طعم اللوتس. البسكوت ده تحفه فنيه، قرمشته رهيبه. عايزه اقول لك ان هي اكتر حاجه يعني عجبتني هي الطبقه اللي من فوق جدا، المقرمشه جدا ومقرمشه. ايه ده بجد؟ بسكوت شابوه ليه قوي. متخيلين بقى ان العظمه دي كلها 77 جنيه يا بلاش. تحفه. اللي بعد كوفي شوت، مكتوب عليها في ناحيه كوفي شوت وفي ناحيه كيك شوت عشان اللي يروح يسال عليها يعني. ما هما الاثنين شوت. المهم يعني البتاع اللي بالقهوه. ايوه. عباره عن حاجتين بس، كيك كاكاو وبناكوتا اهو. البناكوتا دي عباره عن نوع من انواع الحلويات الايطالي، بس احنا ما جربناهوش قبل كده. ادينا هنجرب. اوعى بصي لزلزه. ايوه. برضو نفس الكلام، المعلقه اللي فيها كل حاجه. بسم الله. الناس اللي مزاجها قهوه واللي مش مزاجها قهوه هتعجب. شوت اسبريسو. يعني صراحه انا مش مزاجي بس بجد عجبتني. طبقه الكيكه ما اختلفتش كتير عن اللي فاتت، هي ثابته تقريبا عندهم. بس البناكوتا دي الجمال في الكريمه اللي فوق. ادوق تاني مع ان على فكره يا جماعه انا ما بحبش القهوه. بص انا ادوق الكريمه لوحدها. الكريمه دي عباره عن ايه؟ هي ما بين موس القهوه ايوه والكريم كراميل والقهوه. بجد هي ميكس فظيع لعشاق القهوه. لازم تجربوها بجد. سعرها كام يا مؤمن؟ 79 جنيه بس. تالت سرعه اهو. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها لزلوزه. هي عباره عن كيكه سبونج عليها لوتس وبناكوت. لزلوزه. ايوه ما انا عايزه اللزلوزه دي بقى. عظم. احنا لو بنعمل اعلان للريماس مش نعمله كده، والله ما نعمله كده. لو دافعين لنا فلوس والله مش هنقول كده. اقسم بالله تحفه والله بجد عظمه. ايه ريماس مالكو؟ ايه في ايه العظمه دي؟ انتوا المفروض تيجوا تدونا فلوس على الاعلان ده. طبقه الكريمه عباره عن ايه؟ البناكوت جميله قوي. العظمه دي بكام؟ العظمه دي ب 93 جنيه يا اخي. ده البتاع الازرق لا ما تروحلوش. واقسم بالله ده تحفه والله العظيم. بيعمل عك يعني، ربنا اللي بيرزق فعلا بس عك. اللي بعده ليدي بينا كولادا. دي عباره عن ميكس بينا كولادا، هو اناناس وجوز هند. واسمها ليدي. هي عباره عن ايه؟ تشيز كريم جوز هند وسبونج لازم وسبريد اناناس واناناس كومبوت بجد. وكالعاده ناخد طبقه من ايه؟ كل حاجه. ايه ده؟ هي من تحت سايله قوي تقريبا. ميه الكومبوت. ايوه دي اخف حاجه تقريبا فعلا. دي مش خفيفه يعني، دي كانكم حرفيا بتاكلوا حاجه صيفي قوي قوي بالبحر والمصيف انا عندي تعليق عليها. ايه التعليق؟ ان الكريمه دي كانت المفروض تبقى غنيه اكتر من كده. دي حقيقه. انا رايي ان هم لو بدلوا الكريمه دي ببناكوتا كانت تبقى اللي هي الكريمه اللي موجوده في اللزلوزه كانت تبقى احلى بكتير. انا حاسه هم قاصدين انها تبقى خفيفه قوي. انا معاك انها تبقى خفيفه. بس الكريمه دي انا حاسس ان ملهاش طعم. هي كان لو اضاف بس جوز الهند زياده شويه يعني اديتها الطعم بقى ايه جميل قوي. حلوه صيفي جدا بس تحفه. لا هي مش تحفه. بص بالنسبه لي انا حاساها لذيذه وخفيفه قوي. كيكه صيفي كده ما تتعبش وتهمد. وب 76 جنيه فيا بلاش. هي عارفه شبه ايه؟ شبه القشطوطه بس مش مسقيه لبن. ده شكله الصراحه عظمه. ده عباره عن تشيز كيك سلطه كراميل. انا بعشق السلطه كراميل مش الكراميل العادي. أيوة. بحسه اغنى. هي عباره عن بسكوت سابليه فوقيه رق تشيز كيك، فوقيه رق مافن، فوقيه رق تشيز كيك تاني، وفوقيهم كلهم سلطه كراميل باللوز عظمة. كمان مش قادره قنبله سكر. أيوة. بس شكلها خفيفه مش تشيز كيك تقيله. هي مش خفيفه خالص. هي دي العشاق قنابل السكر بجد. ريماس عامله عظمه بجد. انا عمري ما دقت صوص كراميل طعمه كده جامد قوي. صوص كراميل غني شبه التوفي مش صوص الكراميل يعني. ده كانه صوص توفي جامد قوي. تقيله بقى يا مؤمن ولا احنا عشان تقلنا فبقيت تقيله؟ ايوه ده انا اديله 10 من 10. ده جامد قوي. ده قوي بصوا ده كامل متكامل صراحه. جار كامل بكل الأطعمة الجامده دي ب 70 جنيه ببلاش. دي حاجه تحفه طبعا. النهائي واخر حاجه ده اختراع من ريماس. دي اسمها فراوليتا. اسمها فراوليتا. اسمها جامد قوي. هي عباره عن مافن فوقيه حليب مكثف فوقيه حشو فراوله فوقيه كريمه تشيز فوقيه كريمه لباني ومعاهم الازازه دي بتضاف عليه. انا عايزه ادوق ده كده كمشروب. هو المفروض ده احنا ضفنا عليه شبه الزبادو. هو زبادو بس الزبادو كمان جامد جدا. والله احلى من الزبادو. بصي بقى دي مليانه حاجات وسايله جدا بجد. انا مش عارفه ان الماس هو صراحه والله بجد يعني ايه اللي عامله ده بجد يا مؤمن. ايه العظمه دي؟ انا مش عارفه اقول ايه والله.
والله. ما فيهوش غلطه، ما عندهوش غلطه حقيقي يا انا شايف تكامل من كل حاجه. حتى القهوه اللي انا ما بحبهاش حبيتيها؟ انا حبيتها. هو عليه سبونج مظبوطه احسن من الحلوانيه. اي لسه والله كنت هقول لك أحسن هو يعني احسن فعلا في السبونج. حد فلافي كده، محترف. بصوا خفيفه على الاخر. يعني انت حد مش تاكل عامله حاجه. حد عامله محترف. انت بتحطها في بقك تدوب. وعجبني ان هو مش مستخدم مربى، تقريبا هو اللي عاملها، لان مليانه قطع فراوله كبيره جدا. يعني للاسف مضطر اقول مريم اللي قالت لنا نجيب منها. هي اللي صراحه بس بجد يعني بجد تسلم ايديكم وعن تجربه، وربنا شاهد يعني ربنا شاهد والله ان احنا بنقول الحقيقه، وفعلا بنقول اللي احنا شايفينه. طبعا الحقيقه ديت من ناحيه ذوقنا، انتوا ممكن ذوقكم يختلف. لا بس هو عنده كل الاذواق. بس قصدي ايه، في ناس كتير ممكن اصل انتوا بتشكروا في كل حاجه. والله العظيم هي كل حاجه جامده. احنا كتير لما حاجه بتطلع وحشه بنقول وحشه، مش بنخاف يعني. فعلا حقيقي لينا تجارب كتيره عن الحلقات التانية قلنا لا الحاجه وحشه جدا. بالظبط، بنقول الحمد لله اللي يرضي ربنا ويرضينا. ريماس جامد يعني بجداره. هو توب التوب. التحفه الاخيره دي سعرها 100 جنيه. يعني هي ب 100 جنيه صحيح يا مؤمن، بس انا شايفه ان هي تكفي فردين. يعني استحاله واحد هياكل الكم ده كله، وهي فردين مرتاح. هي ومش عايزه اقول لك لو اطفال صغيره ممكن 3 اطفال يتشاركوا فيها. بالظبط. فهي سعرها مناسب جدا. الصراحه جربوه على ضمانتنا، واللي يلاقي حاجه واحده وحشه يجي يقول لنا في الكومنتات يا جماعه انا لقيت كذا وحش، فجربوه وقولوا لنا عاوزيننا نجرب ايه تاني. اقترحوا علينا واحنا هنجرب ونقول لكم. الى اللقاء. دمتم سالمين وفي رعايه الله.